الشركات بتخاطر بمستقبلها لو مدير مشي فجأة وساب الشركة ومش عارفين مين هيمسك الإدارة مكانه. ده لو مش محضرين ليه بديل. خطة التعاقب أو السكسيشن بلاننج مش حاجة بتتعمل لما مشكلة تحصل، لا دي لازم تبتدي بيها النهاردة. ارسم الناين بوكس جريد اللي بتصنف الموظفين حسب الأداء والإمكانيات، وكمان حدد الهاي بوتنشال اللي ممكن تكون قادة للمستقبل. ممكن تستخدم أدوات متطورة زي الساب سكسيشن بلاننج اللي بتساعدك إن أنت تتابع المواهب وتخطط البدايل بشكل دقيق. طيب لو مفيش سيستم أو نظام مفيش مشكلة، ابتدي بجوجل شيت أو شيت إكسل حتى يكون بداية كويسة لترتيب وتقييم المرشحين. المهم تبدأ وتكون جاهز قبل ما المشكلة تيجي. في 2025 الشركات اللي مش محضرة سكسيشن بلاننج واضحة بتخسر وقت ومجهود وفلوس لما يحصل أي تغيير مفاجئ. التخطيط المسبق بيضمن استمرارية للعمل وبيخلي الشركة دايما جاهزة لأي تحدي، والشركة اللي مش محضرة بديل بتخاطر بمستقبلها. ولو شايف الحلقة دي مهمة شاركها مع مديرك أو زميلك اللي ممكن يوصل البوزيشن اللي جاي، وما تنساش تعمل لي فولو عشان تعرف كل حاجة عن الاتش ار والابديتس اللي فيه.